النهاردة هعمل معاكم كرات البطاطس بالجبنة بطريقة سهلة، ممكن تاكلوها كمقبلات. الكل بيحب البطاطس وبيحب ياكلها بكل أشكالها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. أول حاجة هنعملها هنجيب البطاطس ونغسلها ونسلقها بقشرها عشان ما تخشش فيها أي سوائل وتدينا نتيجة هايلة وما تفكش مننا. بعد كده هنهرسها كويس. بعد كده هنضيف التوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة من الملح والفلفل والكمون والكزبرة والبابريكا والثوم بودرة والبصل بودرة و3 معالق من البقدونس المفروم قطع صغيرة، ونقلبها كويس جدا. بعد كده هنعمل حشوة الجبنة بتاعتنا. هنجيب نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا ونص كوباية من الجبنة الشيدر، والكمية دي حسب كمية البطاطس اللي انا استخدمتها. لو زودنا هنزود كمية الجبن، وهنحط معلقة من الجبنة الكريمي عشان تخلي الجبن متماسكة ونعرف نحطها في الحشوة. بعد كده هنجيب البطاطس وهنحط جواها الحشوة زي ما انتوا شايفينها كده، وهنقفل على الحشوة كويس. بعد كده هنجيب البيض والدقيق والبقسماط، وهنرش على البيض والدقيق برشة ملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة، وهنحط مع البيض معلقتين من اللبن. بعد كده هناخد كرات البطاطس وهنعمل لها كفر من الدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط. بعد كده هناخد كرات البطاطس وهنحطها لمدة ساعة في التلاجة. بعد كده هنجيب كسرولة ونحط فيها زيت غزير ونحط معلقة من النشا عشان الزيت ما يغمقش معانا، وننزل بالكرات البطاطس. اول ما اللون يبقى ذهبي هنقلبها على الناحية التانية بالشكل ده. وبكده خلصت معانا كرات البطاطس بالجبنة بطريقة سهلة. جربوها وابعتولي في الكومنتات، وبالهنا والشفا.